ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل حال. انا احمد ابراهيم، اللي ما يعرفنيش، وده فيديو جديد. في الفيديو النهارده هتكلم عن حاجات كتير، واكيد انت عارف الفيديو عبارة عن ايه من العنوان. بس قبل ما نبدأ محتاج منكم طلب. الفيديو ده هيكون اول فيديو اصوره بعد موت علي صاحبي. بس فما طلب منكم يا جدعان تدعوا له، تدعوا امواتنا واموات المسلمين جميعا بالرحمة. ربنا يا رب يرحمه ويجمعنا وياه في الجنة. الفيديو ده كان المفروض يتصور من فترة، من اول ما خدت الاجازة، فتبقى الواحد يتأخر. فالحمد لله أنا بصور دلوقتي. بس فكرة الفيديو عبارة عن 5 مواقع أنا واثق إن أنت هتستفاد منهم 100%. بس فهنبدأ من رقم 5. كل ما تنزل كل ما الموقع هيكون أفيد وأحسن وأجمد. يعني 5 4 3 2 1 1 ده جامد. فكل موقع، الموقع اللي بعديه أجمد منه. بس وأنا واثق إن أنت ما تعرفش 2 منهم أو 3، يا عم 3. لو كنت بتعرف 3 أو 4 منهم بقى جامد. بس هنختار طبعا المواقع متنوعة، مش موقع لمجال واحد، لا ده أكتر من مجال. وأنا واثق إن أنت هتستخدم ممكن 3 منهم، الله أعلم. بس أنا واثق إن أنت هتستخدم حاجة من الويب سايت اللي هقولك عليها دي. بس فقبل ما أبدأ في أي حاجة برضه محتاج أشكركم إن إحنا وصلنا 538 تقريبا، مش عارف والله. بس ما كنتش أتخيل الرقم ده الصراحة. أي نعم هو رقم يبان خفيف او مش كبير اوي، بس ده بالنسبه لي رقم ما كنتش اتخيل. بس فالف شكر والله يا جدعان، والله الف شكر، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتكون احسن ان شاء الله. استمر. انا دلوقتي في مردغان والله، بس بحاول الم هنا وهنا وهنا. ان شاء الله الدنيا هتمشي، ده عشان في ربنا وثقتي فيه. بس فقبل ما نبدا احنا متعودين نصلي على النبي ونذكر الله. بس ندعو لاخواتنا في فلسطين، في غزه، اخواتنا المسلمين كلهم. بس فهنبدأ برقم 5. أحيانا بنكون عايزين نسجل على مواقع بس مش عايزين نكتب الإيميل بتاعنا. ممكن يكون الموقع سبام، ممكن يكون موقع مش أمان، فمش عايزين نكتب الإيميل بتاعنا. فالموقع ده هيفيدك. هو الموقع تمبنيم، هسيب لك اسمه هنا. تمام. الموقع أو فكرة الموقع ببساطة يديك إيميلات وهمية. هتكتب الإيميل، ممكن هتعوز إن أنت تعمل أكتف للإيميل، فهيجيلك رسالة عليه من غير ما تعرف أصلا الإيميل أو تكتبه برقم تليفونك أو أي حاجة. فأنت كده هتسجل من غير ما تكتب الإيميل الأساسي بتاعك، من غير ما تخاف على أي حاجة. بس هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف، هسيب لك كل حاجة في الوصف إن شاء الله. برضه هسيب لك اللينكات عشان تتابعني ما تنساش. رقم 4. بما إننا داخلين على مرحلة دراسة برضه، وأحيانا في ناس بتاخد كورسات فعندها حاجات عايزة تسلمها، فأكيد هنحتاج البي دي اف ده دلوقتي مستحيل تستغنى عنه. فهنستخدم موقع اسمه PDF، مش فاكر اسمه بالظبط، فهسيب لك هنا برضه شكل، او كده كده اللينك هتلاقيه، فهسيب لك شكله هنا. فكرة الموقع ان انت PDF معاك اونلاين، بدون ما تتسطب، بدون ما تنزل، بدون اي حاجة. تستخدمه كده على البراوزر. بس هتعدل عليه، هتعمل على اي حاجة، خد لك لفة فيه برضه وشوفها. كده كده عارف استخدامات PDF وهتحتاج تعمل ايه. بس فانا واثق ان هو هيعجبك. رقم 3. أحيانا بنكون عايزين نحوش خلفية، نزيل خلفية، بس ما بنعرفش نستخدم برنامج الفوتوشوب أو أي حاجة نعمل بيها الصور. الموقع ده بالذكاء الاصطناعي هيشيل لك الصور، هيشيل لك الخلفية بتاعت الصور، ممكن يحط لك برضه خلفية غيرها، يعمل لك شوية حاجات كده بالاي اي. والموقع ده اسمه remove.bg اللي هو باك جراوند. فالموقع جامد وبالذكاء الاصطناعي في شوية تريكات وشوية حركات جامدة. انا واثق ان انتوا هتعوزوه اكيد يعني. ساعات بنحتاج نشيل خلفيه، ممكن نحط خلفيه بيضاء من غير ما تروح انت اصلا بتاع استوديو لما تكون عايز تقدم على اي حاجه كده يعني. ليه استخدامات كتير. رقم 2. احيانا عايزين كورسات في الاجازه يعني. الموقع ده بتاع كورسات اسمه كورسيرا. الموقع ده فيه كميه كورسات مهوله، في كورسات ببلاش، كورسات مدفوعه. بس تخش خد لك لفه. لو عايزين اكتب لكم كورسات هتفيدكم في الاجازه ومفيش غنى عنها، اكتبوا في التعليقات، او اي فكره فيديو برضه اكتبوا في التعليقات، وان شاء الله اعمل الفيديو ان شاء الله اصوره. يا عم معاك بط مسكوف، معاك بط مسكوف. طبول. الموقع رقم 1 مش عارف اسمه. شد الجوانة محمد وادعي لي ربنا ياخدني. فكرة الموقع ببساطة تلاقي اسمه هنا، مش عارف اسمه انست، مش عارف ايه حاجة. انست انستراكت، مش عارف حاجة كده، المهم اسمه هنا اهو، واللينك كده كده في الوصف. فكرة الموقع ان هو بيعلمك اي حاجة انت عايزها. من ناحية في حاجات مصورة لتعليم الروبوت، حاجات بايظة تصلحها منه،
تخش كده تشوف حاجة البازا ازاي تتصلح مش عارف، حاجات زي الروبوتات ازاي بتتصنع. يعني موقع جامد جامد جامد. برضه هسيب لك صورة ليه هنا، واكيد كده كده في اللينك. اي حاجة عايز تعملها هتلاقيها فيه، تصلح مش عارف ايه، حاجات كتير هيفيدك، انا واثق مليار في المية هيفيدك. بس في نهاية الفيديو عايزين ما تنساش زي ما قلت لك تصلي على النبي وتدعو صاحبي ربنا يرحمه ويجمعنا وياه في الجنة. بس وكده كده هسيب لك لينكات الصفحة بجد الفيديوهات بتاعتي، انستجرام، فيسبوك، تيك توك، كل حاجة. بس ولو الفيديو عجبك اكتب لي في التعليقات الفيديو عجبك بنسبة كام في المية. تقريبا كده. وايه اللي ما عجبكش، دي حاجات هتفيدني. لو عندكم فكرة فيديو اكتبوا لي، وان شاء الله ان شاء الله هصوره واكون عند حسن ظنكم. بس شكرا. بس وفي النهاية سلام.